نيجي لأحن أكلة بالنسبة لي المكرونة بشاميل. أنا ممكن أكل المكرونة بشاميل فطار غدا عشاء أي وقت، أنا بحبها جدا. ومن كتر حبي فيها ليها معاها قصة، كان دي أول أصلا طبخة أنا اتعلمت أطبخها في أولى ثانوي، وقعدت فترة طويلة على ما ظبطت. مرة البشاميل يطلع طعمه غريب، مرة المكرونة تتحرق، مرة اللحمة تطلع طعمها غريب، مرة البشاميل يطلع طعمه تقيل. فقعدت فترة على ما ظبطتها، ولما ظبطتها أي حد يدوقها بالطريقة اللي أنا بعملها دي بيحبها جدا. بس طبعا الطريقة دي للناس اللي بيحب البشاميل سايح ونايح كده وجوسي، لا ما بحبش البشاميل ببيض. طبعا ده اختلاف أذواق، كل واحد يطبخ الحاجة اللي بيحبها. التركه بقى في تعصيجة اللحمه ان انا بنزل اللحمه في طاسه سخنه، يتغير لونها الاول، ما بحطش اي حاجه قبلها، يتغير لونها على نار عاليه. بعد ما يتغير لونها بنزل بصل مفروم، توم مفروم، دي احلى من ان انا احط البصل الاول، بيبقى طعم البصل احلى. وبعد كده بقى بنزل الماده الدهنيه بتاعتي، سمنه زيت زبده ايا كان، وحوالي 3 معالق صلصه. وبعد كده بنزل بقى بحط ملح فلفل كمون قرفة، بتبقى طعمها حلو في التعصيجة، وسكر عشان نعدل حموضة الصلصة. ونسيبها بقى على النار هادية لحد ما تستوى بقى خالص. نيجي بقى للبشاميل. انا هنا عشان كنت عامله صينيه كبيره فعملت حوالي 6 معالق كبار، لو انتوا عاملين صينيه اقل طبعا قللوا الكميه. 6 معالق دقيق كبار. بنزل السمنه، بغطيه بالسمنه، انا مش بعاير السمنه قوي، لما يتغطي الدقيق كده والدقيق يبقى مليان سمنه، بعلي النار بقى اعلى حاجه لحد ما ريحه الدقيق تطلع وتغير لونه. نبدأ بقى نزود اللبن واحدة واحدة، ونقلب عشان ما يكلكعش مننا. انا هنا استخدمت للمقدار بتاع دي ده حوالي لترين الا ربع لبن. نيجي بقى للاضافات اللي بتخلي اللبن كده جوسي، البشاميل جوسي كده وسايح ونايح. انا بوطي النار بقى عليه، وببدأ بقى ازود ملح، فلفل اسود، رشة جوز الطيب، سكر. السكر بيخلي البشاميل طعمه حلو قوي. وبعد كده بقى بنزل بجبنه موتزاريلا، اي نوع جبن عندكم عايزين تستخدموه، جبنه كوبايات، جبنه مربعات. وبعد كده بقى بنزل بكريمه خفق. انا بحب استخدم كريمه الخفق عن كريمه الطبخ، بتدي دسامه كده للبشاميل فبيبقى طعمها حلو جدا. انا بستخدم علبه كامله، وبستخدم كمان قشطه. انا بجيب قشطه بقسمها بالنص، نص احطه في البشاميل اللي انا هستخدمه في الصينيه، والنص التاني بحطه على الوش لما باجي احط بقى اخر بشاميل خالص. التركه بقى في سلق المكرونه ان انا ما بسويهاش لحد ما تعجن، انا بطلعها اللي هو الدنتي كده، اللي هو السلق العادي، ميه بملح وزيت، واسلقها لحد ما تبقى اللي هو نص سوا كده، اطلعها ما بشطفهاش. بحط عليها وهي سخنه البشاميل على طول، يعني هي كده بتمسك في البشاميل اكتر، وطعمها بيبقى متعزز اكتر من ان هي تتغسل والنشا يتغسل. البشاميل علشان يبقى سايح معايا كده انا ما بتقلهوش على النار، انا بضيف له كل حاجه وبياخد غلوه واطفي واسيبه يتقل على جنب. يعني بيبقى حلو، يعني بيقعد مثلا نص ساعه كده يتقل على من غير اي نار، بس بيبقى حلو. سيبكوا بقى منها برص المكرونه دي شغلانه ناس فاضيه بس انا اتعودت عليها، بتطلع شكل القطعه حلوه. بس ده طبعا مش حاجه اساسيه، عادي مش لازم. فهي عشان اتعودت عليها فما عادش بتاخد مني بتاع 5 دقايق. بحط في ارضيه الصينيه بشاميل، وبحط بقى المكرونه، بعد كده اللحمه، كده بحط بشاميل تاني وجبنه موتزاريلا، وبعد كده ارجع احط. انا بستخدم طبقتين تحت مكرونه، وبعد كده لحمه، كان طبقه واحده بس فوق، ما بحبش المكرونه تبقى كتير. بعد كده بقى انزل بقى بالبشاميل اللي على الوش اللي انا حاطه عليه اصلا قشطه، بقيت القشطه. وما بضيفش الجبنه الموتزاريلا اللي على الوش غير لما بدخل الصينيه الاول حوالي نص ساعه في الفرن. وبعد كده بقى ارجع ادخل بقى عليه، اشيلها اطلعها واحط عليها الجبنه الموتزاريلا. ان الجبنه الموتزاريلا لما بتدخل من بدري بتنشف كده على الوش ومتبقاش طعمها حلو. هنزلكوا تفاصيل التسويه وكل حاجه تحت الفيديو، خليكوا تنبسطوا بس بحلاوه المكرونه في الفيديو وقد ايه البشاميل كده جميل.